السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل ما ابدأ في الوصفة بتاعتي النهاردة، انا نانو كمان. القناة بتاعتي اسمها وصفة واكل مع نانو. لو بيعجبكم فيديوهاتي اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. النهاردة وصفتنا حلوة جدا هنفرح بيها الاولاد. هعمل معاكم ان شاء الله بسكويت النواعم. معايا البسكويت النواعم 3 كوبايات من الدقيق جميع الاغراض او دقيق مخصص للبسكويت. انا حاطه في البوله دي 2.5 كوبايات من الدقيق، وهنا نص كوبايه من الدقيق. لازم يا جماعه في البسكوتات نازل بالدقيق تدريجيا عشان على حسب كثافه الدقيق وتطلع معاكي البسكوته حلوه جدا. معايا 2 كوبايه من الزبده، معايا 2 كوبايه من الزيت، وراعي الزيت يبقى نوعيه كويسه. معايا كوبايه من السكر البودر، بيضتين بدرجه حراره الغرفه، معلقه كبيره من الفانيليا السائله، 4 معالق كبار من النشا، معايا معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معايا رشة ملح، معايا 4 معالق كبار من اللبن البودر. انا الاول كده هبدأ انزل المقادير الجافة كلها. البيكنج باودر، ومعايا 4 معالق كبار من النشا بس المعلقة مش خرجاني، ومعايا 4 معالق كبار من اللبن البودر بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، مع رشة الملح. ودي المقادير الجافة يا بنات بتاعتي على جنب كده. هخلطهم كده زي ما حضراتكم كده شايفين. ودلوقتي هنزل في البولة بتاعتي 2 كوباية من الزبدة. الكوباية 3 أتلال، يعني تلتين 3 أتلال. يعني يا جماعة مش ربع كوباية عشان بتسأل كتير عن الموضوع ده. أكتر من ربع كوباية بمعلقة ونص. أو تجيب المعايير دي اللي هي بتبقى فيها الكوب المعيارية 250 جرام ملي، واللي هي اللهم صل على النبي تلت كوب ونص كوب، بتبقى كده معايير يعني كده. أنا عندي منها هوريها لكم. هنزل كده 2 كوباية من الزبدة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وهنزل عليها كوبايه من السكر البودر. والسكر ده انا عندي وانا طحنته في مطحنه السكر بالشكل ده. وهبدأ كده اضرب دلوقتي امتزجت اهي مع بعض وبقت كريمي بالشكل ده، وده المطلوب. هبدأ انزل البيضتين بيضة بيضة لغاية ما كل بيضة تتلاشى تماما. انزل البيضة اللي بعدها ومعاها معلقة كبيرة كده من الفانيليا السائلة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وهبدأ اخلط دلوقتي البيضة تلاشت تماما. هنزل البيضة الثانية ودلوقتي البيض تلاشى تماما بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ولون افتحي تماما بقى اللون ابيض ده اهو، يعني البيض مش متواجد. فهبدأ انزل كده الزيت شوية شوية مع الضرب المستمر. بقى
القوام اللي حضراتكم كده شايفينه بالشكل ده، هبدأ انزل تدريجيا الدقيق بالشكل ده وانخله. دول 2.5 كوباية يا بنات من الدقيق، عليهم 4 معالق كبار من النشا، بس معلقة مش حرامية، معاهم 4 معالق كبار من اللبن البودر، معاهم رشة ملح، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر بالشكل ده. لازم انخل الدقيق عشان لو في اي تكتلات بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ده. يعني شايفين الدقيق كان فيه كده حبيبات كده غريبة، دي طبعا هتضايقني. وهبدأ كده مش هعجن طبعا، لان البسكوت لما بيتعجن بيبقى قاسي وبينشف. انا هخلي المكونات كلها تمتزج مع بعض واشوف ايه اخبار العجينة بتاعتي. لازم احصل في البسكوت على عجينة طرية ما تكونش بتلزق. طب لو حطيتي المقدار ده ولقيتي العجينة لسه بتاعتك سايلة او فيها سنة تلزيق، هتحطي معلقة من الدقيق لغاية ما توصلي على قوام طري ما يبقاش بيلزق. شايفين كده معايا اهي لسه سايله معايا اهي. يبقى انا احط باقي الدقيق اللي هي نص كوبايه من الدقيق التانية اهي. يبقى كده مقدار الدقيق اللي انا حطيته 3 كوبايات من الدقيق يا بنات. تمام، يعني هتنزلي الدقيق تدريجيا لان بتختلف من دقيق لدقيق. زي ما حضراتكم كده شايفين اهي يا بنات. الم بس معجنش بالشكل ده. شايفين يا جماعه العجينه عامله ازاي؟ 3 كوبايات يا جماعه من الدقيق بالشكل ده. بصوا العجينه ما شاء الله عليها، عجينه اهي طريه ما بتلزقش، ودي اهم حاجه يا جماعه، عجينه طريه وما بتلزقش. طب لو حطيتي ال3 كوبايات دي ولقيتيها ان هي سايله معاكي، هتحطي معلقه على معلقه من الدقيق لغايه ما تحصلي على عجينه طريه وما بتلزقش. واهم حاجه عشان تعرفي عجينه البسكوت بتاعتك يعني كويسه ولا ايه، هتعمليها كده بايدك بالشكل ده اهي. تبقى دي يا جماعه عجينه ناجحه ما بتشققش. لو شققت منك يبقى انت كترتي مقدار الدقيق، تبقى عايزه معلقه من الزبده او معلقه من الزيت واخلطيهم مع بعض وما تعجنيش. تخلطي بس يا بنات ما تعجنيش. طب دلوقتي انا هعمل فيها ايه؟ انا دلوقتي هغلفها كده بكيس النايلون مفتوح او رول ستريتش وادخلها التلاجة ترتاح بس 10 دقايق عقبال ما اظبط الدنيا كده، وعقبال ما اشغل الفرن بتاعي واظبط الصاجات. بعد ما سبته في التلاجة كده ربع ساعة زي ما حضراتكم كده شايفين، هبدأ اخد العجينة بتاعتي واقسمها لجزئين كده. هاخد اول جزء كده اعمله بالنشابة، الجزء ده زي ما حضراتكم كده شايفين العجينة بتاعتي طرية اهي زي ما حضراتكم كده شايفين، وده المطلوب. هاخد كيس نايلون كده وهفردها بالنشابة من نص لبره من نص لبره. لازم يا جماعة العجينة ترتاح في التلاجة ربع ساعة
ومعايا قطعات كده كبيرة، اصغر ثم اصغر ثم بلابل. هبدأ اخد كده العجينة بتاعتي اقطع ثم الاصغر وما تتكش للاخر، يا دوبك انا عايزة تديني شكل بسكويت النواعم. ثم الاصغر ثم الاصغر والاصغر وهبدأ اخد اي زوايد كده اعينها زي ما حضراتكم كده شايفين. الزوايد دي هنلمها تاني ونريحها ونبتدي نشكل زي ما حضراتكم كده شايفين. وهبدأ اخدها كده بالمقطع زي ما حضراتكم كده شايفين عشان بس ايه ما تتفتفتش مني. اهي بقى شكلها يا بنات بالشكل الحلو اللي حضراتكم كده شايفينه. هبدأ اخدها كده بالمقطع بس عشان العجينة حساسة جدا فلازم اخلي بالي، وهظبطها لما احطها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هبدأ اخدها كده بالمقطع بالراحة زي ما حضراتكم كده شايفين بعد ما لميت منها الزيادات. بس خدي بالك لانها هي ايه طبعا عجينة حساسة فيها زبدة وفيها زيت فممكن تتفتفت. اهي يا بنات زي ما حضراتكم كده شايفين. وهنزلها على الصاج بتاعي عليه ورقة زبدة بالشكل ده. هبدأ اخد التانية ارفعها كده بالراحة، ولو في اي حاجة حصلت يعني هظبط الدنيا كده في قلب الصاج بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ده. هاخد الجزء التاني من العجينة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ده زي ما حضراتكم كده شايفين. وهبدأ اظبطها كده وهبدأ انزل عليها ورق زبدة او كيس مفتوح، كيس تلاجة مفتوح. وهبدأ بالمشابة كده طول وعرض كده من نص لبره. بالشكل ده اللي حضراتكم كده شايفينه متساوي اهي. وهبدأ كده اخد القطعة الكبيرة واقطع بيها. هنا عندك مطلق الحرية، ممكن تصغري حجمها زي ما تحبي. وهاخد الاصغر بس منزلش بيها لتحت. وهاخد الاصغر وهاخد الاصغر ثم الاصغر ثم الاصغر
وهبدأ اخد الزوايد بتاعتي كده دي على جنب عشان اعرف. اهي بصي بقى، يعني لو اتعافيت عليها هتلاقيها اتفتفتت مني عشان فيها زبدة طبعا، وهي اسمها نواعم. زي ما حضراتكم كده شايفين بالراحة كده لغاية ما اخد كل الزوايد كده احطها على جنب عشان هنشكلها تاني بالشكل ده كده، بالشكل ده. عادي دي اللي اتفتفتت مني مفيش مشكلة، اعملها تاني اهي. انا بس حبيت اوريكم هتعامل معاها ازاي، انها عجينة ناعمة. هبدأ اخد بالمقطع بتاعي ده كده بمنتهى البساطة اهي، زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد ما شكلته كده زي ما حضراتكم كده شايفين، عمل لي صاج كبير الكميه دي، وعمل لي صاج صغير زي ما حضراتكم كده شايفين. عملت منه الكبير وعملت منه الحجم الصغير، وانا فاتحه الفرن على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني، وهدخله الفرن. وكده شكله بعد ما طلع معايا في الفرن بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ومش هعينه من الصاج لغايه ما يبرد تماما. وكده بعد ما طلع معايا من الفرن وبرد تماما زي ما حضراتكم كده شايفين، الشكل يتحدث عن نفسه. شايفين بقى التسوية، شايفين البسكوتة عاملة ازاي. طبعا عملت منه الكبير والصغير، ولو عملتي الصغير هيرمي معاكي كمية اكتر. اهو ده الصغير وده الكبير زي ما حضراتكم كده شايفين. عملوا لي الكمية دي 45 بسكوتة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ده. الصغير اهو يا بنات، والكبير. عندك هنا بقى مطلق الحرية تعملي الحجم اللي يناسبك، اللي تحبيه اعمليه. افتح لكم واحدة سنة قرمشة مع ذوبان بيدوب يا جماعة. عايزة اقول لكم الاولاد بقى يخطفوه مني من قبل ما اقدم. شايفين الهشاشان بتاعه قرمشة، وفي نفس الوقت من جوه بيدوب ذوبان. حاجة حلوة جدا، جميل جدا وغير مكلف. كمية بسيطة اهي، يعني مقادير بسيطة عملنا منها كمية حلوة جدا. عملنا 45 بسكويتة من بسكويت النواعم بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، والتسوية الحلوة دي، التسوية الجميلة دي زي ما حضراتكم كده شايفين بكل بساطة اهو. وكده خلصت وصفتي معايا النهاردة. عملت معاكم بسكويت النواعم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.